بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا ومتابعينا الكرام على قناة كورة أونلاين في كل مكان أينما كنتم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تغطية إخبارية جديدة لأهم وآخر أخبار النادي الأهلي السعودي. في البداية ما تنساش عزيزي المشاهد الاشتراك في القناة وتفعيل رمز الجرس علشان توصلك كل أخبارنا الجديدة. يستمر الحديث بشأن صفقات أندية دوري روشن السعودي للمحترفين خلال سوق الانتقالات الصيف الحالي، حيث تسعى أندية المسابقة لدعم صفوفها قبل نهاية نافذة الانتقالات. وبحسب الصحفي لوك تانزي، يقترب النادي الأهلي من خطف متوسط الميدان الإيطالي ماركو فيراتي نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث قام النادي الأهلي بالاتفاق مع فيراتي وتبقى فقط التفاوض مع إدارة نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع اللاعب بشكل رسمي. يذكر أن نادي الهلال على مدار الأسابيع الماضية كان دخل في مفاوضات جادة مع اللاعب، والذي أصبح بعيدا في الوقت الحالي عن قلعة نادي الهلال، في الوقت الذي اقترب فيه أكثر من أي وقت مضى من ارتداء قميص النادي الأهلي السعودي. وعلى جانب آخر، تلقى الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة الألماني ماتياس يلسيه نبأ سعيدا قبل ملاقاة نادي الأخدود في الدوري السعودي، حيث تجمع النادي الأهلي مباراة قوية مع نادي الأخدود في مساء 9 مساء يوم الخميس المقبل على ملعب الأمير عبد الله الفيصل بجدة، ضمن منافسات الجولة الثالثة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. وذكرت تقارير صحفية واردة في صحيفة الرياضية السعودية أن الجهاز الطبي بالنادي الأهلي منح الضوء الأخضر للبرازيلي روبرتو فيرمينيو للعودة إلى تدريبات نادي الأهلي الجماعية بعد التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا، والتي غاب على إثرها عن لقاء الخليج في الجولة الثانية من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين. وفي سياق متصل، طلب المدير الفني للنادي الأهلي الجهاز الطبي برئاسة المصري خالد محمود بالعمل على عودة كافة اللاعبين المصابين خلال الفترة المقبلة، فيما واصل لاعب خط وسط النادي الأهلي الجديد عبد الله عطيف برنامجه التأهيلي في مقر النادي من أجل التعافي من الإصابة التي لحقت به مؤخرا والمشاركة في التدريبات الجماعية للنادي الأهلي. وفي نهاية هذا الفيديو لا تنسى عزيزي المشاهد دعمنا بلايك وشير للفيديو، وشكرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.